بيبدأ المسلسل مع 3 أشخاص خارجين من النايت ووتش أو الحراسة الليلية لبره السور. وعشان تفهم الموضوع كويس جدا فلازم أوضح لك كام نقطة في الأول. في العصر الحالي اللي احنا فيه ده في مجموعة اسمهم الحرس الليلي أو النايت ووتش. النايت ووتش دول مكونين من مجرمين، قتالين، مختطفين، مجرمين حرب، وأنواع كتير جدا من الناس. حتى اللي ملوش مكان في العالم ده أو حاسس إن ملوش لازمة بيجي هنا ينضم للنايت ووتش. النايت ووتش يا صديقي بتبقى خيار للمجرم. يعني لو واحد مثلا عمل جريمه فيها قطع ايده او اعدامه او بيخيروه اما ينضم للنايت ووتش او يتنفذ الحكم عليه، وفي الغالب بيختار النايت ووتش. الفكره هنا بقى هي ان النايت ووتش لما بيلموا الناس دي كلها بيعملوا منهم رجاله صح، والمجرم اللي كان مجرم ما بيبقاش مجرم تاني ابدا، بل بيبقى جندي، وجندي قوي وليه كلمه كمان. ومجرد ما بيبقى من النايت ووتش بيضطر ينفذ قوانين معينه، الا وهي انه ممنوع يتجوز او يخلف، وممنوع يسيب مكان النايت ووتش ابدا ابدا الا بامر من القائد بتاعه، واللي هيخالف الكلام ده بيموت. والنايت ووتش مهمتهم الاساسيه هي حمايه الممالك السبعه ويستروس من كل حاجه ممكن تيجي من بره السور. والمكان الموجودين فيه النايت ووتش هو جوه السور على طول، في مكان اسمه كاسل بلاك، القلعه السوداء. وعشان تبقى فاهم الاماكن في العالم ده فانت محتاج تبص معايا على الخريطه اللي قدامك دي. العالم بتاع المسلسل ده كبير جدا، ولكن اللي يهمنا فيه هم قارتين بس، اسوس ودي قاره مليانه مدن وقبائل وقرى وحاجات كتيره هنحتاجها قدام، وويستروس وده مكان السبع ممالك، واهم 3 اماكن فيهم هنحتاجهم كتير هم الكينجز لاندنج عاصمه القاره دي كلها، ووينترفيل مدينه في الشمال، واخيرا وليس اخيرا كاسل بلاك الموجودين فيها النايت ووتش عند السور. السور ده يا صديقي هو حائط جليدي عملاق جدا من المستحيل اختراقه. ناس قالت انه اتبنى بواسطه العمالقه والصحراء، وناس قالت حاجات كتير تاني. المهم انه موجود هنا من زمان جدا جدا عشان يمنع اي حاجه بره السور انها تدخل للممالك السبعه وويستروس. وموجود بره السور ده هي حاجات لا يعلمها الا الله، وشويه حاجات كده الكل عارفها زي الهمج والوايت ووكرز. الهمج دول هم بشر برضو، ولكن همج عايشين بره السور من غير لا بيوت ولا قصور ولا اي حاجه، عايشين كده بطبيعتهم، والكل بيخاف منهم جدا لانهم في حرب كبيره جدا من زمان مع كل البشر اللي جوه السور، ومنهم النايت ووتش. طب والوايت ووكرز هنعرفهم قدام، ولكن كمل معايا. المهم يا سيدي، فاكر ال3 اشخاص اللي قلت لك عليهم من الاول انهم طلعوا بره السور؟ اهو ال3 اشخاص دول هم 3 من النايت ووتش طالعين بامر من قائدهم عشان يراقبوا مجموعه معينه من الهمج. المهم انهم فضلوا ماشيين عادي جدا لغايه ما فجاه واحد منهم لقي مجموعه جثث اطفال وناس كتير متقطعه ومرميه بشكل مخيف جدا. طبعا الشخص ده خاف جدا فجه عشان يقول لاصحابه وعشان برضه يرجعوا تاني لجوه السور، لكنهم ما صدقوهوش خالص وقرروا ان هم يروحوا يشوفوا بنفسهم. فهم راحوا هناك طلعوا عليهم مجموعه من الوايت ووكرز اللي المفروض انها كانت اسطوريه، وبدون مقدمات قتلتهم كلهم ما عدا واحد بس منهم، لانهم عاوزين يبعتوا معاه رساله لكل الناس اللي جوه السور ومحتميين بيه ان الوايت ووكرز رجعوا. طبعا الشخص ده اخد بعضه وقرب من المكان جري عشان يدخل لورا السور. الوايت ووكرز دول يا سيدي تقدر تقول عليهم زومبي، ولكن هنفهمهم وهنقابلهم اكتر على مدار المواسم. ولكن اللي انت محتاج تعرفه دلوقتي هو ان يقال ان وايت ووكرز من الاف السنين كان لهم حروب كتير جدا مع البشر، وبتقول الاسطوره ان البشر وقتها فازوا على الوايت ووكرز وعملوا معاهم اتفاقيه سلام، وبنوا الحائط الكبير جدا ده اللي هو يطلق عليه السور بقوتهم وسحرهم، واتفقوا مع البشر ان البشر يبقوا في جنوب الحائط ده والوايت ووكرز يبقوا في الشمال، ويسيبوا لهم كمان شويه بشر عاديين واللي اتسموا بعد كده الهمج عشان يزودوا نفسهم من وقت للتاني. زي ما قلت لك كلها اساطير ومحدش عارف السبب الحقيقي لوجود الحائط ده هنا. لكن المهم هنا ان العالم كله نسي الوايت ووكرز خالص، لدرجه انهم افتكروا ان الوايت ووكرز ماتوا كلهم من زمان. تعال بقى نرجع تاني لقصتنا الاصليه. طبعا بعد ما الوايت ووكرز قتلوا جنديين من ال3 سابوا التالت عشان يهرب. اهو حاليا الجندي ده وصل لجنوب السور عند مدينه وينترفيل. وقتها الجندي ده بيتقبض عليه، لا ومش بس كده، دول كمان بيبلغوا حاكم وينترفيل لورد نيد ستارك عشان يحكم عليه. وقتها لورد نيد ستارك كان قاعد عادي جدا مع اسرته في وينترفيل في كل سعاده وسرور. نيد ستارك متجوز واحده اسمها كاتلين من عيله كبيره وعريقه اسمها تولي. كاتلين ونيد ستارك عندهم 5 اولاد: روب ستارك الولد الاكبر، وبران ستارك الولد اللي بيحب يتسلق المرتفعات معرفش ليه، ونيكون ستارك عيل كده في حاله غلبان، وسانسا ستارك بنت متكبره سيكا ولكن طيبه وعلى نيتها، واريا ستارك البنت الصغيره اللي كان حياه البنات كلها ودائما بتسعى انها تبقى جنديه قويه جدا. وفي ابن تاني نيد ستارك بس مش من كاتلين واسمه جون سنو، وسنو دي بتبقى اسم العيله لاي طفل جه في الحرم والعياذ بالله.
وفي معانا ابن تاني الند متبنى اسمه سيونج جريجوي، وهنعرف قصته اكتر على مدار الفيديوهات الجايه. عامة في الوقت ده نيد ستارك كان قاعد مع مراته عادي جدا، فجاله المساعد بتاعه وقال له انهم لقيوا واحد من النايت ووتش هارب من النايت ووتش، فاخد نيد ستارك شويه من ولاده وراح على هناك. نيد كان عارف ان اي حد بيسيب النايت ووتش مهما كانت الاسباب ايه فلازم يتم اعدامه. فسمع الاول من الجندي ده هو هرب ليه، فقال له انه عارف انه كان غلط لما هرب، بس هو كان لازم يقول للناس كلها ان الوايت ووكرز رجعوا من تاني. طبعا نيد ستارك اترعب جدا في الاول، بس في الاخر قطع راسه على طول وما حطش في دماغه اصلا الموضوع، لانه حس ان ممكن عادي جدا الجندي ده يكون اتجن ولا حاجه، لكن الوايت ووكرز مش موجودين. عامة اخد نيد كل اللي معاه وكانوا ماشيين، فشافوا في الطريق غزاله متاكله بشكل غريب، فطبعا خافوا شويه، بس برضه بصوا على جنب لقيوا ذئب كبير جدا وقوي باين انه كان في حرب مع الغزاله والاتنين قتلوا بعض. لكن نيد ليه هناك 5 ذئاب صغيره لسه مولودين جديد، فطلب منه جون ان بما ان يعني الذئب هو شعار علم ال ستارك ما يقتلوش الذئاب الصغيره دي ويدي ذئب لكل واحد من اولاده عشان يربيه ويبقى بتاعه، وفعلا وافق. بس قبل ما يمشوا لقوا ذئب تاني ابيض وصغير، فاخدوا جون لنفسه وسماه اوجست. وبس يا سيدي رجعوا الكل تاني لوينترفيل وقضوا يومهم عادي جدا. بس بعد شويه جه خبر لكاتلين من اختها لايزا ان جوزها جون ايرين مات. طبعا كاتلين زعلت جدا وراحت قالت الخبر ده لنيد، فزعل جدا هو كمان لان جون ايرين كان بمثابه الاب ليه. ولكن نيد في نفس الوقت خاف لانه عرف ان الملك روبرت براسيان ملك ال7 ممالك ويستروس واللي منهم وينترفيل اكيد جاي. طب ايه اللي يخوف نيد من كده؟ اللي خوفه هو ان جون ايرين كان معاون الملك اللي هو تقدر تقول يعني المساعد بتاعه، فاكيد الملك جاي عشان يخلي نيد يسيب وينترفيل ويبقى المساعد الجديد بتاعه، لان نيد يعتبر الصديق الاعز والوحيد لروبرت براسيان. وبس يا صديقي بعد شوية بيجي الملك لوينترفيل. الملك ما كانش جاي فاضي كده، بل كان جاي اولا مع عيلته المكونة من مراته الملكة سيرسي لانستر اكتر واحدة مرخنة في السماء وزبالة، وكمان مع اولادهم ال3 جوفري وده الكبير وتومن الصغير واخيرا مارسيلا البنت الوحيدة. وكمان كان جاي مع الملك الحارس بتاعه سنتر كليجين والمعروف باسم ذا هاوند اللي معناها يعني كلب الصيد، وده راجل على فكرة اوعى تقرب منه لان عنده ماضي صعب جدا هنعرفه قدام. وكمان جه جيمي لانستر اخو الملكة سيرسي وفي نفس الوقت شغال في الحرس الملكي للملك. واخيرا وليس اخيرا تيريان لانستر اخو سيرسي وده واحد مكروه من كل الناس حتى من عيلته الاصلية عيلة اللانستر، وكل ده لانه اتولد قزم وامه ماتت وهي بتولده ودي حاجة ملوش ذنب فيها، وهو مكروه لدرجة ان في ناس كتير بتسميه المسخ الصغير، ولكن هو في الحقيقة طيب وكمان ذكي لأقصى ما تتخيل. المهم يا سيدي لما وصل الملك سلم على نيد وسلم على أولاده كمان، وبعدها أخد نيد ونزل بيه للسرداب اللي تحت وينترفيل، وده المكان اللي بيتم دفن فيه كل أفراد عائلة ستارك. الملك لما نزل مع نيد للسرداب قال له أنا عاوز أخطب بنتك سانسا لابني جوفري، وعاوزك كمان تبقى معاون الملك بتاعي لأني مش هقدر أتامن حد على المنصب ده غير أخ زيك. طبعا نيد ما قالوش أنا موافق أو لأ، بدأ يفكر، فكملوا ماشي في السرداب لغاية ما وصلوا لمكان قبر ليانا ستارك أخت نيد. ليه؟ لأن الملك كان بيحب الست دي جدا حب محدش شافه في التاريخ كله، وخليك فاكر ليانا كويس عشان قدام هنعرف هي ماتت ازاي وروبرت عمل انتقاما للي قتلها ايه. المهم خلص نيد كلامه مع روبرت وجه الليل، وفي الليل كان في حفلة على شرف الملك معمولة في وينترفيل، وحضر الحفلة دي واحد من قائدي الحرس الليلي اللي عم بنجن أخو نيد ستارك، ويعتبر هو من اكتر الناس اللي بيحبوا جون، وعشان كده جون سنو نفسه يبقى من زمان من الحرس الليلي. عامة بعد ما سلم العم بنجن على جون راح دخل لاخوه نيد ستارك وقعد معاه في الحفلة. بعد ما خلصت الحفلة وكل حاجة راحوا نيد وكاتلين مراته يناموا، لكن فجأة دخل عليهم الحكيم لوين وده يعتبر المستشار بتاع نيد. المهم انه دخل عليهم برسالة لكاتلين من اختها. الرسالة دي بعد ما قريتها كاتلين راحت قالت لنيد ان اختها بتقول لها ان جوزها معاون الملك القديم اللي مات مسموم واللي قتلوه هم عائلة اللانسترز. طبعا نيد اتخض جدا لان الملك متجوز من اللانسترز واللانسترز حواليه في كل ناحية حرفيا هناك في المملكة، فقرر انه هيوافق على انه يبقى معاون الملك عشان ما يسيبش الملك وسطهم لوحده. وفعلا تاني يوم قال روبرت كده ففرح جدا وطلع هو ونيد عشان يصطادوا احتفالا بالخبر ده. بعد ما طلع نيد مع روبرت عشان يصطادوا فضل بران قاعد يلعب يمين وشمال لغايه ما قرر فجأة كده وهبت في دماغه انه يتسلق البرج بتاعهم شويه. وهنا كانت الصدمه يا صديقي،
لما طلع بران لاخر البرج لقي جيمي لانستر وسيرسي لانستر الاخوات في علاقه محرمه والعياذ بالله. طبعا لما جيمي شاف بران كان طبيعي جدا عارف انه هيقول لابوه، وبالتالي هو وسيرسي رقبتهم هتطير، فعلى طول راح رمى بران من فوق البرج ده. بران يا صديقي للاسف ما ماتش، وانا بقول للاسف لان الوقعه دي خلته ما يموتش، ولكن هيفضل طول عمره كسيح، وحاليا هو في غيبوبه مش معروف هيقوم منها ولا لا. تاني يوم كان اليوم اللي خلاص نيد ستارك هيمشي فيه مع الملك، بس مش نيد بس اللي هيمشي بل كمان جون سنو ابنه، لانه قرر ينضم للنايت ووتش، وتيريون لانستر قرر يروح معاه مش عشان ينضم ولا حاجه، ولكن عشان نفسه يشوف العالم عامل ازاي من فوق السور اللي هناك. وبس يا صديقي اخد جون بعضه الاول وراح عند الحداد وخلاه يعمل له سيف صغير كده، وراح بيه جون وعطاه لاريا اخته الصغيره، لانه عارف من زمان انها بتحب السيوف والحاجات اللي زي دي. طبعا هي فرحت بيه جدا وسمته كمان نيدل. بس بعد كده ودعت جون لانه خلاص ماشي، فسلم عليها جون واخد بعضه وراح يودع اخوه بران اللي لسه في غيبوبه. واثناء ما هو بيودعه كان باين جدا على كاتلين انها كارهه جون بشكل مش طبيعي، وده يمكن بسبب انها كل ما بتشوف وشه بتفتكر ان جوزها زمان خانها وجاب جون من واحده تاني. عامه بيمشي جون وبيجي نيد بيودع مراته وبيسيبها وبيمشي. وبس يا سيدي بتطلع القافله واللي فيها نيد والملك وكل الرجاله وكمان جون سنو، وقبل ما يتفرقوا عشان ده يروح العاصمه وده يروح للنايت ووتش قال جون لابوه انا عاوز اعرف اي حاجه عن امي ومين هي، فقال له المره الجايه لما نتقابل هقول لك كل حاجه. بس يا صديقي كل واحد فيهم بيروح لناحية عشان يكمل حياته. نيد في الوقت ده كان واخد معاه بنته سانسا عشان تتجوز جوفري ابن الملك في الكينجز لاندنج، وكمان واخد اريا معاه عشان تتفسح مش اكتر. بس بعد شوية مشي بقى وقف الملك وفضل يحكي مع نيد ويقول له وهو متعصب جدا ان في اخبار جات له عن دينيريس وفيسيريس. مين دول يا سيدي وليه روبرت خايف قوي كده منهم؟ بص يا سيدي قبل الملك روبرت كان في واحد ماسك الحكم مكانه اسمه إيريس تارجيريان من عائلة تارجيريان ومعروف باسم المات كينج. كان عند الراجل ده 3 أولاد، ريجر وفيسيريس ودينيريس. ريجر ده بقى اغتصب ليانا اللي كان بيحبها روبرت فماتت. وقتها روبرت كان واحد عادي جدا، ولكن زعل جدا جدا على موت ليانا اللي كان نفسه يتجوزها، فعمل تحالفات كتير مع عائلات كتير جدا منها عائلة اللانسترز اللي هو متجوز منها حاليا، وانتقم روبرت وأباد عائلة التارجاريان دي كلها وأخذ الحكم منهم. لكن حاليا خايف من دينيريس وفيسيريس لأنهم هربوا بعد ما قتل روبرت أبوهم وأخوهم، والمفروض والطبيعي إن فيسيريس ليه الحق حاليا يبقى الملك مكان أبوه، عشان كده روبرت خايف. دينيريس وفيسيريس حاليا عايشين في مكان بعيد جدا عن الممالك ال7 اللي فيها الملك روبرت، وبعيد عن العاصمة بتاعته خالص في مكان اسمه إيسوس عند قاضي بنتوس. ليه بنتوس؟ لأن القاضي اللي هناك عاوز يقف معاهم وبالأخص مع فيسيريس عشان لما يمسك الحكم في يوم من الأيام يبقى يفتكروا بأي حاجة. وبما إن فيسيريس ما عندوش لا جيش ولا غيره عشان يبقى الملك، فقرر يبيع الواطي أخته لواحد من الملوك عشان يديله جيش يحارب بيه روبرت. مين بقى الملك اللي هيديله أخته؟ كال دروجو قائد الديسوراكي. والديسوراكي هي قبيلة كبيرة جدا جدا وجيشها من أقوى جيوش العالم. المهم كال دروجو جه شاف دينيريس وفعلا عجبته فعلى طول اتجوزها. فحفل جواز الديسوراكي معروف جدا ان لازم 2 3 يقتلوا بعض عشان الجوازة تتم على خير، فتلاقي عادي جدا كام واحد بيتخانقوا كده في النص. المهم في الوقت ده دخل عليهم واحد اسمه جورا مورمنت، خدم ابو دينيريس كتير زمان، وفي نفس الوقت هو هربان حاليا من الممالك ال7 عشان تهمة عملها هناك وهي بيع العبيد، لان في ويستروس ممنوع بيع العبيد. فبما انه طبعا هربان قال يبقى تبع فيسيريس ودينيريس افضل. واحد بقى من الناس اللي كانت في الفرح ده كان القاضي بتاع بنتوس، جاب لدينيريس وقتها هديه جوازه وكانت 3 بيضات تنانين. وبالتنانين لان كل آل تارجاريان اللي فيسيريس ودينيريس منهم زمان ايام ما كانوا اسياد الارض كانوا بيمتطوا التنانين دي وبيروضوها، ولكن حاليا البيت ده ملوش اي لازمه لانه حجاره بس برضه ما زالت قيمته كبيره جدا جدا وممكن تشتري حاجات كتير. وبس يا سيدي خلص الفرح واخد الكال دروجو ومراته دينيريس ومشى. بس كده هي دي الاخبار اللي وصلت لروبرت. طب مين اللي وصلها له بقى؟ العصفوره بتاعت روبرت جورا مورمنت، وهتفهم ازاي قدام. المهم ان الملك روبرت كان متعصب جدا، فقال له نيد سيبك منها، دي مجرد طفله مش اكتر، ومهما كان الجيش بتاعها كبير فمش هيعرفوا يوصلوا لنا ابدا لانهم في قاره واحنا في قاره تاني خالص. لكن روبرت قال له مستحيل انسى انهم اخوات البني ادم اللي اغتصب اختك اللي كنت عاوز اتجوزها زمان. عامه بيعدي الموضوع ده وبيكملوا الطريق. اثناء ما نيد ماشي في الطريق كانت في حاجات بتحصل في وينترفيل. في وينترفيل احنا عارفين ان لسه بران في غيبوبه،
وبالتالي كاتلين ما كانتش راضيه تسيبه وتمشي. فجالها روب وقال لها انها لازم تسيبه شويه لان هي عندها اطفال تانيين زي ريكون محتاجين عنايتها. بس لسه ما خلصش كلام ليه حريقه حصلت في احدى المباني اللي موجوده هناك، فجري على طول على بره عشان يطفيها وساب امه مع بران. بس الحقيقه هي ان ده فخ، ان فجاه ظهر واحد ورا كاتلين معاه خنجر وعاوز يقتل بران. فجريت عليه كاتلين عشان تمنعه واتجرحت كمان وهي بتمنعه، لغايه ما جه الذئب اللي كان بران مربيه وقتل الراجل ده خالص وفضل قاعد جنب بران عشان يحميه. كاتلين بعد ما عدى الموضوع ده بدأت تحس ان في حاجه غلط، لان ليه ممكن يكون في حد عاوز يقتل بران طفلها الصغير. راحت عند البرج اللي هو وقع منه ودخلت الأوضة الوحيدة اللي موجودة في البرج ده عشان تفتشها، وفعلا لما فتشت المكان لقيت شعرة صفراء، ودي معروفة دايما إنها لعائلة اللانسترز. فاخدت بعضها وراحت جمعت روب والسيون وكم واحد تانيين وقالت لهم إنها حاسة إن بران اترمى من فوق البرج مش واقع كده وخلاص زي ما كنا فاكرين، وأنا حاسة إن اللانسترز هم السبب. فرد عليها سير رودريك المستشار العسكري لوينترفيل وقال لها على فكره الخنجر اللي كان مع الراجل اللي كان عاوز يقتل بران ده خنجر غالي جدا جدا وصعب يكون بتاعه. فروب كان عاوز يسافر حالا لابوه ويقول له، بس هي قالت له انها هتاخد السير رودريك وتروح هي لان روب هو اكبر ابناء نيد ولازم يفضل هنا. وفعلا اخدت كاتلين بعضها وراحت على عاصمه ويستروس الكينجز لاندنج عشان تقابل نيد بقى في الوقت الحالي واقف شويه مع الملك والكل في احدى القرى بتاعت الممالك السبعه عشان يرتاحوا شويه. وهناك جوفري راح يقعد مع سانسا شويه بحكم انها تبقى مراته بعدين، وفعلا فضل قاعد معاها يتمشى شويه هنا وهناك لغايه ما سمع صوت قدامه. فرحوا عليه ولقيوا هناك اريا بتلعب بالعصيان مع ابن الجزار بتاع القريه لانهم صحاب. لكن لا، جوفري حب يعمل نفسه بطل قدام البنات وحب يعور ابن الجزار. طبعا اريا ما رضيتش خالص باللي حصل ده وراحت ضربته، فلسه كان هيضربها راح جه الذئب بتاعها وعضه، وراحت اخدت اريا بسرعه الذئب وهربت بعد ما جوفري اتعض. اريا بعد ما هربت راحت دخلت الغابه وخلت الذئب بتاعها يهرب لانها عارفه ان جوفري هيقتل الذئب ده مهما حصل، فاضطرت فعلا تهربه. وهي كمان فضلت هربانه طول اليوم، وابوها فضل يدور عليها يمين وشمال طول اليوم ما هي هربانه بقى. بس فجأة جاله المساعد بتاعه وقال له إن الملك لقيها وهي عنده حاليا. راح أخد من بعضه وراح للملك ولقي بنته واقفة هناك، فتعصب على روبرت جدا لأن ما يصحش بنته تقف كده زي المجرمين. لكن روبرت قال له ما تخافش يا عم، ده لعب عيال وخلاص، أنا هخلصه دلوقتي، لكن عاوزين نعرف إيه الحقيقة. فجابوا الشهادة الوحيدة في الموضوع ده واللي هي سانسا. فسانسا من كتر ما هي مش عاوزة تبوظ الجوازة مع جوفري ما رضيتش تشهد ضده، فبرضه روبرت ما عملش حاجة وفض الليلة. لكن سيرسي أصرت على الأقل إن الذئب اللي عض ابنها يتذبح، بس الذئب خلاص هرب. راحوا قرروا يذبحوا الذئب سانسا مكان ذئب أريا. سانسا فضلت تبكي وتترجى أبوها، وأبوها حس فعلا بالخضوع والذل قدام روبرت، لكن ما كانش في عنده حل غير إنه فعلا يطلع بره عشان يذبح الذئب. وأثناء ما هو طالع لقي سندرك كليجين حارس الملك قتل ابن الجزار ومشي بيه. طبعا نيد زعل جدا عليه، بس برضه في الآخر راح وفعلا ذبح الذئب غصب عنه. وقتها ما تفهمش ليه برن على الناحيه التانيه في وينترفيل فجاه ما تعرفش صدفه ولا ايه، بس المهم انه الحمد لله فاق. واول ما فاق لقي نفسه ما يقدرش يتحرك من مكانه، بدا يقضي بقيه عمره نايم هنا، فعشان كده كانوا دايما قاعدين معاه مربيه عشان ترعاه وتسليه. عامه هنرجع تاني للموضوع ده، ولكن تعالى نكمل مع نيد وبناته والملك. نيد بعد شويه وصل مع بناته اخيرا للعاصمه، وبدون مقدمات الشغل كان مستني على طول، فخلى نيد الحارس بتاعه يوصل البنات على اوضهم وهو راح على اجتماع مجلس المملكه. واثناء ما هو رايح على هناك شاف جيمي لانستر قاعد عند العرش الحديدي، العرش اللي ملوك كتير جدا فضلت على مدار سنين كتيره يتحاربوا عشانه. واصح انت تعرف ان جيمي اصلا بيلقب بالكينج سلاير قاتل الملك، لان قبل ما يجي روبرت باراسين كان هو الحارس الملكي لإيريس تارجيريان المات كينج، وجيمي بيلقب بقاتل الملك لأنه هو اللي قتله، وهنفهم ازاي على مدار المواسم اللي جايه. المهم يا سيدي كمل نيد لغايه ما وصل المجلس، وهناك قابل اللورد فارس اكتر واحد ليه جواسيس في كل القارات ومدن العالم وبيقولوا له على كل حاجه قبل ما تحصل حتى. وكمان قابل هناك مستشار الملك بيسل، وكمان لورد بايليش وزير الماليه بتاع المملكه، وفي نفس الوقت الذي يطلق عليه ليتل فينجر او عقله الاصبع، وده لانه اخبث خلق الله وما ينفعش حد يثق فيه نهائيا، وصدقني في الكلمه دي. واخيرا وليس اخرا قابل الامير رينلي باراسيان اخو الملك روبرت الصغير، والصغير لان في اخ اكبر لروبرت اسمه ستانيس باراسيان. عامه بيسلم ندى عليهم كلهم وبياخد شارة معاون الملك وبيقعد معاهم في المجلس. ولحظتها اتفاجئ جدا نيد لانه ليه ان روبرت مغرق المملكه كلها في ديون كتير جدا صرفها على حاجات تافهه جدا،
بس عامة قال انه هيحاول يصلح الكلام ده كله ومشى وراح يطمن على بناته، ومن ضمنهم سانسا اللي لسه زعلانة جدا من ابوها عشان قتل الذئب بتاعها. كمان راح يطمن على اريا، واللي هو لغاية دلوقتي مش عارف اريا ليه مش عاوز يتصرف زي البنات. فليه بالصدفة ان معاها سيف صغير، فسمح لها انها تقعد بيه، وكمان قال لها انه هيجيب لها مدرب عشان يعلمها ازاي تستخدمه، لانه امن خلاص ان بنته مش زي البنات التانية، بل هي عندها الشجاعة الكافية انها تبقى محاربة قوية. وفعلا ما عداش وقت طويل وجاب لها مدرب سيوف من امهر المدربين في العالم، مدرب اسمه سيريو فوريل من مدينة عريقة جدا اسمها برافوس. وخليك فاكر الاسم ده ضروري جدا 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 عشان احنا قدام. كاتلين اخيرا بقى وصلت العاصمة الكينجز لاندنج، وهي كانت فاكرة ان محدش طبعا يعرف انها هنا، بس هوب لقيت في وشها 2 حراس بيقولوا لها تيجي معاهم ضروري للورد بايليش لانه عاوزها. فعلا راحت معاهم لانها كده كده تعرف بايليش من زمان فعادي. وهناك اتعصبت كاتلين لانها راحت لبايليش في مكان شغله التاني الا وهو بيت دعارة، وصدقني بايليش ده بيعمل كل حاجه حرام. بس هديت لما لقيت ان هناك كمان اللورد فارس، وهو اللي قال لبايليش ان كاتلين جت العاصمه. انت ناسي ان قلت لك انه عنده جواسيس كتير، فعارف بالظبط كاتلين جت امتى وليه اصلا. المهم قال لها فارس وريني الخنجر اللي انت جبتيه معاكي، فشافوه كلهم. فقال على طول لورد بايليش ان الخنجر ده كان بتاعي زمان، ولكن كسبوا مني تيريون لانستر في احدى الرهانات. فكده امنت كاتلين 100% ان تيريون او حد تبع عيلته هو اللي عمل كده في ابنها، فخلت كاتلين بايليش حالا يروح يجيب لها جوزها ويجي تاني. وفعلا طلع بايليش وجاب ند ورجع. وقتها ند كان مستغرب هي كاتلين هنا ليه، بس بعد ما عرف اللي حصل وان تيريون ليه علاقه بالموضوع راح امر كاتلين ترجع تاني على وينترفيل، وهو هيدور في الموضوع ويخلصه بنفسه. وفعلا ودعوا بعض وكل واحد راح لحاله. طب لحظه، هو تيريون بيعمل ايه حاليا؟ تيريون حاليا كان وصل مع جون سنو ابن نيد ستارك للنايت واتش في كاسل بلاك، اللي اصلا قلت لك قبل كده ان كاسل بلاك موجود عند السور على طول. وفعلا بمجرد ما دخل هناك وبالاخص جون سنو، هناك القاده بداوا يخلوا جون يدرب الجنود الجدد لانه شاطر جدا في استخدام السيوف. وفعلا جون كان شاطر، بس كان بيربي اعداء كتير يوم عن يوم بسبب شطارته دي، زي انه مثلا من كتر ما هو شاطر وذكي القايده اللي سير من البدايه كده كرهه، وكمان شويه من الجنود زي واحد اسمه باب وواحد تاني اسمه جرين. بس عامة مش مهم قوي لان مش هم المهمين في المكان، بل المهمين هم الحكيم ايمن، وده حكيم النايت واتش وكلمته دايما مسموعه للكبير قبل الصغير. وكمان معانا القائد الاعلى واللي كلمته برضه مسموعه جيور مورمنت. اكيد انت لاحظت ان نفس اسم جورا مورمنت اللي بيخدم دينيريس تارجيريان حاليا، وده يا صديقي لان جورا ابن جيور. ولكن مش قصتنا حاليا، هنفهم الموضوع ده اكتر في المواسم اللي جايه. المهم يا صديقي، جون طول فترته هناك ما كانش حابب المكان قوي لانه بيتدرب مع اللصوص والمجرمين. اوعى تنسى ما انا قلت لك في الاول خالص ان نايت واتش رجالتها اصلا بيتجابوا منين. عامة جون كان صابر رغم كل ده عشان يبقى زي عمه بنجين في يوم من الايام. وفي يوم وجون في كاسل بلاك طلع فوق السور العملاق اللي هناك، فلقى عمه واقف هناك، فقعدوا يتكلموا مع بعض شويه، وقال له عمه انه سمع اخبار مش كويسه بره السور، وهو مضطر حاليا يطلع مع مجموعه من الرجاله عشان يفهموا ايه اللي بيحصل بره. طبعا جون زعل في الاول بس تقبل الموضوع وودع عمه. ومش بس بنجن اللي ماشي، بل كمان تيريون راجع للعاصمه، واللي طول فتره قعدته هنا مع جون بقى صديق ليه وصديق عزيز كمان. وتيريون قرر يمشي لانه متعود على المتعه والتسليه اللي مش موجودين هنا. فودع جون ومشى هو كمان، ولكن ما مشاش لوحده، بل مشى ومعاه واحد من النايت واتش اسمه يورين، عشان عاوز يروح العاصمة ويطلب من هناك أي حد ممكن يجلدوه للنايت واتش. الفكرة هنا يا صديقي إن تيريون لما مشى مع يورين كان راجع للكينجز لاندنج، فطبعا بما إن الطريق طويلة راح دخل على وينترفيل عشان يريح هناك شوية. وهناك بقى سيون دخل على أوضة بران وقال له إن روب عاوزك ضروري. فطبعا بما إن بران مش بيعرف يمشي راح جاب له سيون واحد ضخم وعملاق كده اسمه هودور عشان يبقى المرافق بتاعه من هنا ورايح ويوديه المكان اللي يعوزه. المهم هودور اخد بران وراح بيه عند روب، واللي كان تيرين موجود هناك برضه عشان هو اصلا اللي كان طالب بران. المهم تيرين كان جايب لبران مخطط هندسي عشان يخلي الحداد يعملوا له كسرج معين كده فيقدر بيه يركب الحصان ويتحرك بيه بكل سهوله. طبعا بران فرح جدا، بس برضه روب كان واخد حذره جامد جدا من تيرين لانه كان عارف قبل كده من امه ان واحد من عيله لانسترز ان هو واحد منها عمل كده في ابنها. فلما لقيه تيرين واخد جنب منه اما اخد بعضه وطلع بره وينترفيل مع يورين وقرر يرتاح في مطعم كان موجود بره المدينه. ولكن ده يا صديقي كان من سوء حظه. ليه؟ لان كاتلين كانت رايحه على وينترفيل في نفس الوقت ده وحبت تستريح، فراحت للمطعم هو وكانت قاعده فيه، فشافت تيرين داخل عليها،
فهوبا قامت وبدون مقدمات طلبت من كل جندي موجود في المطعم ده سواء يعرفها او لا انهم يقبضوا حالا على تيريون لانستر ويرجعوه معاها لوينترفيل عشان يتحاكم. وفعلا بسبب عيلة كاتلين الكبيرة وكمان سمعة جوزها المعروفة قاموا كمية كبيرة جدا من الجنود واخدوا تيريون معاها وقبضوا عليه. طبعا انا قلت لك قبل كده ان يورين جوندي النايت واتش كان ماشي مع تيريون لانه كان رايح على ويستروس برضه. فلما شاف اللي حصل ده قام اخد بعضه وجري على طول على العاصمه عشان يقابل نيد ويقول له على اللي عملته مراته لانها حرفيا مصيبه. نيد ستارك حاليا كان قاعد عادي جدا بيدير مهام الدوله بشكل اعتيادي في المجلس. بعد ما خلص المجلس جه في باله انه يسال المستشار بيلس سؤال بحكم انه برضه رئيس الحكماء اللي هم الدكاتره يعني. قال له نيد هو جون ايرين معاون الملك القديم ما تكلمش معاك قبل ما يموت ولا طلب منك حاجه؟ فقال له لا، طلب مني اجيب له كتاب معين كده. فاخد بيلس نيد وراح بيه عند مكتبه وجاب له نفس الكتاب اللي طلبه جون ايرين، الا وهو كتاب بيعرفك تاريخ الاسر النبيله والعائلات الحاكمه وتاريخ اسر كتير عامه. نيد اخد من بيلس الكتاب من هنا ومشى على طول. بس تاني يوم جاله لورد بيليش وقال له ان بيلس كان بيتكلم وبالصدفه عرفت منه انك سالت عن جون ايرين وعن الكتاب اللي كان بيقراه. فقال له بص انا هقصر عليك المشوار عشان تعرف مين قتله. ابعت حد يروح يحقق مع واحد اسمه السير هيو لانه كان رفيق جون ايرين وسره دايما كان معاه. كمان بعدها روح لصانع اسلحه موجود في المدينه واساله عن جون ايرين. وفعلا على طول بعت نيد المساعد بتاعه للسير هيو عشان يجيبه له ويستجوب. بس السير هيو مرضيش يتكلم مع المساعد اصلا وسابه ومشى. فمرضيش نيد يستخدم معاه القوه ولا يشوفه بعدين، وقام اخد بعضه وراح بنفسه على صنع الاسلحه. وهناك لقي نيد الحداد ومعاه ولد تاني شغال معاه اسمه جندري. فسأل نيد الحداد إن كان جون جه مثلا هنا قبل كده ولا لأ، ولو جه كان عاوز إيه لما كان بيجي. فقال الحداد إنه فعلا كان بيجي وكان بيتكلم مع جندري. فكلم نيد جندري وسأله كان بيسألك على إيه جون إيرين لما كان بيجي. فقال له كان بيسألني على حاجات كتير منهم أمي لأنه كان عاوز يعرف هي مين وفين. نيد يا سيدي سمع الكلمتين دول من هنا ومشى على طول. ليه؟ لأنه عارف إن جون إيرين اتقتل عشان عارف إن جندري ده يبقى ابن الملك روبرت براسيان الغير شرعي. طب بص يا عزيزي أنا هقف معاك هنا ضروري عشان نشوف حاجة كده ضرورية جدا جدا مع بعض. في الوقت ده كان في المملكة حفلة بتتعمل على شرف تعيين نيد ستارك كمعاون للملك، والحفلة دي كانوا حاضرين فيها الكل ما عدا نيد لأنه طبعا بيدور حاليا ورا موت جون إيرين. المهم في الحفلة دي بيبقى في زي نظام كده صراع بين الفرسان، كل واحد على حصانه بيحاول يوقع التاني ولو وقعه من على حصانه بيفوز. وكان من ضمن اللعيبة دول واحد اسمه جريجور كليجين ويعرف برضه باسم ذا ماونتن أو الجبل. ويا صديقي هو أخو سيندر كليجين ذا هاوند اللي هو حارس الملك روبرت براسيان. طب ليه أنا بكلمك عن ذا ماونتن دلوقتي؟ فده لأن في الحفلة حاليا كانت سانسا قاعدة مع أختها أريا بيتفرجوا مع بعض. فجالهم بيليش وفضل يحكي معاهم، ولما شاف ذا ماونتن قال يحكي لهم على قصته. قال لهم إن الراجل ده يبقى أخو ذا هاوند اللي هو سيندر، وإن زمان وهم صغيرين سيندر مسك لعبة أخوه جريجور وكان بيلعب بيها عادي جدا. راح مسك جريجور راسه ودفنها في النار لغاية ما ساحت وبقت بالشكل ده وخليته مشوه، ومن وقتها وهو حالف لا يقتله في يوم من الأيام. ولكن طبعا محتاج الوقت المناسب، ان زي ما انت شايف كده ذا ماونتن مش سهل خالص ان حد يقتله. عامة بتخلص اول جولة في المباراة وذا ماونتن بيفوز على خصمه بل كمان بيقتله، وخصمه ده يا صديقي للاسف هو السير هيو. طبعا لما مات السير هيو جه نيد على طول عشان يفهم ازاي مات فجأة وليه دلوقتي لما بدأ يبحث عن مين قتل جون ايرين. فبص عليه ومفهمش اي حاجة او ازاي اتقتل، كل اللي عرفه بس هو انه كان لابس درع مش من طبعه انه يلبسه. بس بما ان نيد ما فهمش اي حاجه راح اخد بعضه وقعد جنب بنته سانسا عشان يتفرج على الجوله الثانيه لان المباراه لسه شغاله. الجوله الثانيه بقى كانت بين السير لورنس ابن تاني اغلى عيله في العالم كله بعد عيله اللانسترز، عيله تايريل. المهم ان لورنس كان ليه اصدقاء كتير هنا في المملكه، اهمهم صديقه الامير رينلي اخو الملك. وعشان كده رينلي قدر يرشي ناس كتير وعرف لورنس نقطة ضعف ذا ماونتن الا وهي الحصان بتاعه، لانه بسهولة عادي جدا ممكن يسور. وهو اعتمد على الحتة دي ووقع ذا ماونتن اخيرا وفاز عليه. طبعا ذا ماونتن ما تقبلش الهزيمة خالص، راح اخد سيفه وقاطع راس الحصان وكان عاوز يقتل لورنس. بس سندر اتدخل وفضل يحارب اخوه ذا ماونتن لغاية ما وقف الملك الكلام ده كله واعلن فوز السير لورنس كمان. وبس يا سيدي خلصت اللعبة على كده ورجع نيد على مكتبه. بعد شوية جه لنيد لورد فاريس وقال له انا هقول لك على حاجة مهمة لاني حرفيا بدأت اثق فيك. الملك روبرت في ناس بتخطط لقتله زي ما قتلوا جون ايرين،
وجون ايرين مات عن طريق سم اسمه ليس، واللي اداهوله اكيد اقرب واحد ليه وهو كان السير هيو اللي ميت حاليا. واكيد لما انت بدات تدور ورا السير هيو راح قتله اللي دفع له قبل كده عشان يقتل جون. فقال له ليه؟ طب وليه جون اتقتل اصلا وهو طيب؟ فقال له لانه بدا يسال ويدور في حاجات ما تخصوش. عامة بعد ما خلص فارس كلام راح اخد بعضه ونزل يقابل اخر شخص ممكن اي حد يتوقعه، الا وهو قاضي بنتوس اللي هو اصلا حاليا تبع دينيريس وفيسيريس. وده معناه ان فارس ولاؤه الاول والاخير لدينيريس وفيسيريس، وهنفهم كل حاجه قدام. وطبعا احنا عرفنا ان هو ولاؤه ليهم بعد ما لقيناه قاعد مع القاضي وبيحكي له كل حاجه بتحصل في المكان. بس مين بقى سمع الكلام ده كله؟ ايوه آية. ازاي؟ آية كانت بتجري ورا قطة يا صديقي عادي جدا، فدخلت المكان ده بالغلط وسمعت الكل، فجريت على ابوها عشان تقول. ابوها لما سمع منها الكلام ده كله ما كانش فاهم منها اي حاجه، لانها اصلا ما تعرفش مين اللي كان بيتكلم ولا مين اللي شافتهم اصلا، فما اهتمش قوي وكمان ما ركزش معاها لما لقي واحد من النايت ووتش جاله، الا وهو يورين. يورين اول ما دخل على نيد قال له على طول ان مراته كاتلين قبضت على تيريون، وده معناه ان نيد نفسه بقى في خطر، لان عيله اللانسترز موجودين في كل حته في الكينجز لاندنج هنا في مناصب عاليه زي جيمي. فاخد نيد بعضه وطلع على الملك على طول عشان يتكلموا في الموضوع ده ويتفاهموا. لكن اول ما طلع ليه ان الملك اصلا عاوزه فراح له بسرعه. الملك ما كانش عاوز نيد عشان يتكلم معاه في موضوع تيريون، ولكن كان عاوزه عشان جات له اخبار تانية من جورا مورمنت عن دينيريس تارجيريان واخوها فيسيريس. طب ايه الاخبار دي بقى؟ تعال اقول لك يا صديقي. دينيريس اخر حاجه شفنا لها هي انها اتجوزت الكال دروجو. من وقتها بقى وهو فضل يعاملها بوحشيه وتعذيب مش طبيعي طول الوقت، لان ما كانش في بينهم اي تفاهم، حتى ما كانوش يعرفوا لغه بعض. او هي من بعد ما كانت دايما بتتعذب على ايد الكال دروجو بقى حاليا بيحبها جدا، وهي بتحبه لانها عرفت ازاي تسعده، وكمان عرفت تدخل قلبه وكمان تتكلم اللغه بتاعته. ومن كتر حبهم لبعض بقت كلمتها بتمشي على اغلب شعب الدوثراكي، انها بقت حاجه كده اسمها كاليسي زي ملكه يعني. بس الفكره هنا ان اخوها فيسيريس ما كانش راضي ان اخته تعلى وتعلى بالشكل ده، وهو زي ما هو واطي، وكال دروجو ما اداهوش جيش يحارب معاه لغايه دلوقتي زي ما اتفقوا. فكان دايما بيفضل يهدد اخته ويهدد اخته، وبيبقوا الجنود عاوزين يقتلوه لانهم بيشوفوا قدام عينيهم الملكه بتاعتهم بتهدد، لكن هي ما كانتش بترضى ودايما بتحبه. وجورا مورمنت دايما كان بيقف معاها هي وبينصحها. والوقت يا صديقي فضل يمشي ويمشي عادي جدا لغايه ما في يوم دينيريس بقت حامل من الكال دروجو، ومن هنا بقى ليها مكانه اعلى واعلى واعلى. وجورا اول ما سمع انها حامل راح على طول بعت رساله لروبرت براسيان. وعلى فكرة هو حاليا جاسوس عشان عشمان ان باللي بيعمله ده ممكن روبرت يرضى عنه ويلغي كل تهمه ويقدر يرجع عادي تاني لبلده. لكن جورا في المجمل يا صديقي فهو حب دينيريس فعلا وبيحاول ينصحها من كل قلبه، وكان زعلان انه جاسوس عليها. وبس يا سيدي دي الاخبار اللي جات عن دينيريس. المهم ان الاخبار دي لما وصلت لروبرت كان عاوز يقتل دينيريس باي طريقه هي واخوها نهائيا، لان كده فعلا ممكن يجيبوا جيش وياخدوا العرش منه. بس نيد كان شايف ان دينيريس مجرد طفله صغيره وما ينفعش تتقتل لان ده حرام، واللي يعمل كده ما عندوش شرف. لكن نيد لما لقي الملك مصر راح رماله شريط معاون الملك وقال له انا مستقيل، وسابه مشى وهو متعصب جدا منه. طبعا لما نيد قرر يمشي من المكان بدا يلم حاجته بسرعه لانه عارف ان المكان ما بقاش امان. بس لورد بايليش جاله تاني وقال له قبل ما تمشي تعال اوريك اخر حد قابله جون ايرين. وفعلا راح نيد معاه وقابل واحده خلف منها زمان روبرت بنت من الحرام برضه والعياذ بالله. طبعا نيد بعد اللي شافه ده عرف ان جندري ما كانش الابن الغير شرعي الوحيد لروبرت، بل قال له بيليش ان روبرت ليه ابناء غير شرعيين كتير جدا في المدينه، وجون ايرين كان بيدور عليهم كلهم عشان يوصل لمعلومه واحده بس في النهايه، وهنعرف المعلومه دي في الجزء الثاني. المهم هنا ان بعد ما نيد عرف الكلام ده كله راح اخد بعضه ونزل من عند بايليش عشان يرجع يكمل لما حاجته يمشي بسرعه. بس هوب ليه فجأة جيمي لانستر اخو تيريون هنا ومعاه مجموعة كبيرة من الجنود، وهم هنا عشان مرات نيد قبضت طبعا على تيريون اخو جيمي، فعاوزين من نيد يخليها تسيب. بدون مقدمات قتل جيمي كل رجالة نيد وبدأ يتحارب مع نيد عشان في الاخر يقبض عليه. لكن نيد ما كانش سهل خالص وكان محارب قوي جدا، بس في الاخر واحد من الجنود اتدخل وضربه في رجله فوقع. لكن جيمي وقتها حس انه هيكون من غير شرف لو قبض عليه وهو معرفش يسيبه بنفسه. قال له انا عاوز اخويا يجيلي حالا والا هقتلك انت وعيلتك كلها. وراح اخد بعضه وساب نيد ومشى. نيد فضل ينزف وهو مرمي لا حول لي ولا قوه. هنرجع للحته دي تاني طبعا، ولكن تعالى الاول نشوف ايه اللي حصل بعد ما اخدت كاتلين تيريون.
كاتلين يا سيدي اخدت تيريون مع الجنود اللي معاها وراحت بيه على مدينه على الوادي اسمها ايري. ليه؟ لسببين. اولا لان حاليا ممكن عيله لانستر تكون بتدور عليهم عادي جدا على طريق وينترفيل وبالتالي ممكن يمسكوه. وثانيا لان مدينه الوادي الملكه بتاعتها هي لايزا اخت كاتلين، فعادي يعني اخوات. بس المشكله بقى ان وهم ماشيين طلعوا عليهم قطاع طرق وفضلوا يضربوا في كل جنود كاتلين وضربه يمين على ضربه شمال. الحمد لله كل قطاع الطرق ماتوا واتبقى شويه بس من جنود كاتلين زي رودريك اللي كان معاها من الاول، وكمان جندي كده اسمه برون. عاوزك تفتكره كويس جدا. برضه رغم اللي حصل ده ما وقفتهمش حاجه وكملوا على الوادي. الوادي يا سيدي يعتبر من الاماكن اللي محدش قدر يحتلها من مئات السنين، وده لانها عباره عن قلعه عملاقه جدا على وادي عملاق جدا، فصعب اختراقه نهائيا. عامه اخيرا بتوصل كاتلين وكل اللي معاها لاختها لايزا، ولكن المشكله ان كاتلين لما وصلت هناك لقيت ان اختها اتغيرت جدا عن اخر مره شفتها من 5 سنين، وهي متغيره لدرجه انها بقت شبه مجنونه. واتهمت تيرين كمان ان هو اللي قتل جون ايرين جوزها القديم، مع ان ده ما حصلش. ونسيت اقول لك لايزا عندها طفل صغير حقير وملوش لازمه في الحياه. المهم لايزا اول ما بتشوف تيرين بتأمر بحبسه على طول. تيرين لما اتحبس في زنزانه في القلعه بتطل على ولا حاجه حرفيا، يعني ممكن يقع ويموت في لحظات، وعشان كده ما استحملش وقال للسجان انه قرر يعترف. فطلعته لايزا من السجن وطلبت منه يعترف قدام الكل، ففضل يعترف لها اعترافات لجرائم تافهه جدا عملها زمان. فطبعا لايزا اتعصبت جدا وامرت انه يرجع للسجن تاني، فطلب منها تيرين ان تتم محاكمته. وده العلم لو تم طلبه من المذنب فلازم يتنفذ وتتعمل له محاكمه، لان ده قانون بيمشي على ال7 ممالك كلها. ولكن هو ما طلبش محاكمه عاديه لانه عارف انهم في الاخر اكيد هيلبسوه التهم كلها اللي هو اصلا ما عملهاش، لكنه قال لهم انه بيطالب بمحاكمه بالنزال. والقانون برضه بيقول ان لو حد طلب برضه محاكمه بالنزال فلازم يتوافق له عليها. والمحاكمه بالنزال هي عباره عن ان مثلا المفروض لايزا هتطلب من محارب يجي يحارب بالنيابه عنها، وتيريون هيجيب محارب هو كمان يحارب بالنيابه عنه، والاتنين يتحاربوا، ولو فازت لايزا فتيريون هيموت، لكن لو فاز المحارب بتاع تيريون فهياخد بعضه وهيمشي. وقتها تيريون طلب ان اخوه جيمي لانستر يجي يحارب في المحاكمه، لكن لايزا رفضت جدا لانه طبعا بعيد جدا عنه. ففضل تيريون يطلب من اي حد يجي يحارب بالنيابه عنه، فمحدش وافق نهائيا ما عدا برون الجندي اللي كان جايبه مع كاتلين لهنا. وده لان برون ما بيهموش اي حاجه في الحياه غير الفلوس، والمعروف دايما عن عائله اللانسترز انهم دائما بيدفعوا دينهم، فاكيد لو حارب مكانه وفاز هياخد منه فلوس كتير جدا. وفعلا يا صديقي برون بدأ يحارب المحارب بتاع لايزا واللي كان قوي شويه لغايه ما فاز عليه في الاخر ورمى من فوق القلعه كمان. وهنا فاز تيريون واخد بعضه مع برون ورجع على الكينجز لاندنج. وبما اننا جبنا سيره الكينجز لاندنج فتعال نشوف ايه اللي حصل لنيد بعد ما سابوا جيمي ينزف ويموت. وقتها يا صديقي صحي نيد تاني يوم فجاه فليه ان روبرت صديقه لحقه وكمان عالجه. في الوقت ده كانت سيرسي موجوده، فامرت نيد انه يرجع اخوها حالا والا هتقتله. فقال لها روبرت اسكتي، ففضلت برضه تتكلم فضربها بالقلم. وهنا كانت اكبر غلطه عملها روبرت في حياته كلها وهنعرف ليه قدام. المهم ان سيرسي اتعصبت جدا ومشيت، وروبرت امر نيد يخلي كاتلين ترجع تيريون حالا، وهو ما يعرفش انه خلاص مشى. وعطله كمان شريط المعاون وقال له ارجع شغلك، انا رايح اصطاد حاليا وهرجع بعدين. وفعلا طلع روبرت وكان معاه اخوه والحارس بتاعه، وكمان وركز معايا في اللي انا هقوله ده، وكمان لانسل لانستر، وده ساقي الملك اللي بيسقي المشروبات وما الى ذلك. الفكره فين بقى؟ الفكره ان لانسل في اليوم ده فضل يشرب الملك كتير 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 عن غير العاده، وده سبب هنعرفه بعدين. بس تعالى دلوقتي هقول لك على حاجه هتوضح لك ليه جون ايرين مات. نيد بعد ما فاق وبقى تمام فكر كتير وفتح في الكتاب اللي خده من بايسل قبل كده، فلقي ان جون ايرين كان بيدور على ابناء روبرت الغير شرعيين واللي كلهم شعرهم اسود، وفي نفس الوقت كل اولاد روبرت الحاليين من سيرسي اللي هم الشرعيين المفروض يعني شعرهم لونه اصفر زي عائله اللانسترز كلهم. هنا عرف نيد يا صديقي ان سيرسي جابت الاولاد دول بطريقه مش شرعيه من جيمي مش من روبرت، يعني الاولاد دول مش ولاده اصلا وجايين من علاقه قمه في الزباله والحرام. وده طبعا لما عرفوا جون قرروا على طول انهم يقتلوه عشان ما يقولش لحد. نيد لما عرف الكلام ده ما قدرش يستحمل هو كمان وراح اخد بعضه وراح واجه سيرسي بالكلام ده. الغريب بقى ان سيرسي الزباله ما فرقش معاها الكلام ده خالص خالص، واعترفت ان كل ده صح بكل بجاحه، بل كمان اعترفت ان جيمي رمى ابنه الصغير من البرج زمان لما شافوا هو وسيرسي مع بعض. طبعا نيد اتعصب جدا بعد وقعتها دي كلها،
بس في الاخر سابها ومشى. وسبحان الله سبحان الله، بعد ما خلصوا كلام على طول رجع الملك من الصيد وهو مصاب. فراح له بسرعه وعرف ان روبرت وهو بيصطاد ليه خنزير بري في وشه، فقرر يقتله بنفسه، فاختل توازنه ووقع على قرن الخنزير ده فاتصاب، وخلاص هو على جفين الموت. واكيد مش محتاج اعرفك دلوقتي يا صديقي ان اللي خلى توازن روبرت يختل بالشكل ده هو المشروب اللي كان بيديهوله لانسل، واللي امرت سيرسي لانسل بما انه قربها انه يحطه للملك عشان يموت وتخلص منه ويبقى ابنها الملك مكان. وعلى فكره المشروب ده ما كانش مسموم ولا حاجه، بل كانت خمره شديده جدا، فسكر وحصل اللي حصل. المهم روبرت في الوقت ده طلع كل الناس اللي في الاوضه وخلى نيد بس وقال له اكتب ورايا الوصيه بتاعتي. وفعلا كتب وراه نيد الوصيه، وهي ان نيد يبقى هو الواصي على العرش، يعني الملك بمعنى اصح، لغايه ما جوفري اكبر ابناء روبرت يكبر لسن القانون. الفكره بقى فين؟ ان نيد ما كتبش جوفري بل كتب الوريث الشرعي، لانه طبعا عارف ان جوفري مش ابنه الحقيقي. عامة بعد ما خلص نيد كتابة مضى روبرت، وقبل ما يسيب نيد يمشي قال له انا امرت بقتل دينيريس، حاول تمنع امر القتل ده لو تقدر. فطلع نيد بسرعة وقال لفارس يعمل كده، لكن فارس قال له للاسف الوقت فات. طيب تعالى يا صديقي نروح بسرعة كده على السريع نشوف دينيريس عملت ايه. دينيريس يا صديقي في مرة كانت قاعدة في اوضتها عادي جدا، وفجأة قررت انها تمسك بيض التنين اللي معاها وتحطه في النار. اول ما حطته طبيعي البيض ده يكون سخن جدا، بس الغريب انها لما شالته بايدها ما اتحرقتش، بالعكس بل المساعدة بتاعتها ايدها هي اللي اتحرقت لما حبت تساعدها. انا عاوزك تفتكر الموقف ده كويس جدا جدا عشان هنحتاجه قدام. المهم يا سيدي زي ما قلت لك قبل كده دينيريس بقت ليها حرفيا مكانة عالية جدا في قبيلة الديثوراكي دي، وكمان برضو الكل حرفيا بقى بيحبها جدا جدا جدا. وده خلى اخوها فيسيريس يتغاظ اكتر واكتر، وعرف كمان ان الكال دروجو مش ناوي يديله لا جيش ولا اي حاجه، فاخد بعضه وراح للخيمه بتاعت اخته عشان يسرق البيت بتاع التنين بتاعها. لكن جاله جورا مورمنت ومنعه من انه ياخد حاجه لانها مش بتاعته. فقال له فيسيريس ان الكال دروجو مش هيديني حاجه، بس انا لو اخدت البيت ده هقدر ابيعه واجيب جيش لنفسي واعمل اللي انا عاوزه. بس برضه جورا منعه، فساب كل حاجه ومشى. اخر اليوم بقى كان في احتفال كبير عامله الكال دروجو، احتفالا بانه هيجيله طفل اخيرا، وكمان عرف انه ولد. ولكن للاسف مفيش فرحه بتدوم للاخر، لان فجاه دخل فيسيريس وهدد دينيريس انها اما تخلي كال دروجو يديه جيش عشان ياخد التاج اللي بيحلم بيه، يا اما هيقتلها هي واللي في بطنها. فقام له دروجو وقال له مش انت عاوز تاج؟ طب خد ده، وراح كتفه وسيح له شويه دهب على النار وراح صبها كلها على راس فيسيريس. فطبيعي مات. وكل ده ودينيريس بتتفرج على اخوها وهو بيموت، وهي موافقه على كده لانه حرفيا كان بيعاملها اسوأ من العبيد. عامة بيعدي كل اللي حصل ده وبيمر الوقت كمان، وبتكون في مرة دينيريس بتتمشى في السوق عادي جدا ومعاها الحراس وجورا مورمنت. فسابها جورا شوية عشان زي ما قلنا قبل كده هو جاسوس، وحاليا جايله رسالة هنا من ويستروس. وفعلا راح جورا فلقي طفل جاله ومعاه رسالة عفو من الملك روبرت براسيان، وبالتالي يقدر يرجع تاني لويستروس في كل امان. جورا في الوقت ده حس ان الملك كده مش محتاجه هنا تاني، فعرف انه اكيد هيخلص من دينيريس. فلحسن حظه بص عليها من بعيد لقيها عند واحد بيبيع مشروبات في السوق اللي هم فيها حاليا، والراجل بتاع المشروبات ده كان عاوز بشكل مش مفهوم يديها صندوق كامل. فراح له جورا وخلاه يدوق من الصندوق ده الاول، فقبل ما يشرب منها الراجل ده اي نقطه راح اخد بعضه وجري لان المشروب مسموم كله. بس الحمد لله مسكوا حراس دينيريس. طب ليه عمل كده جورا مورمنت؟ لانه خلاص ما بقاش عاوز يرجع ويستروس، بل عاوز فعلا بجد ومن كل قلبه يخدم دينيريس. بعد الموقف اللي حصل ده جه الكال دروجو وعرف بكل حاجه، فطمن الاول على دينيريس وبص في وش الراجل اللي كان هيسمها وحلف 100 يمين انه هينتقم من روبرت براسيان وكل السبع ممالك وياخد منهم العرش ويديه لدينيريس. فعلا يا صديقي من غير كلام كتير تاني يوم اخدوا بعضيهم وبداوا يتحركوا على ويستروس. وبس يا سيدي هو ده اللي حصل. تعالى بقى نرجع تاني لويستروس عند نيد اخر حاجه قلتها لك عنه انه طلب من فارس يمنع قتل دينيريس، وبعد كده قابل رينلي اخو الملك وعرف ايه هي وصيه روبرت. فقال له انا هجيب لك 1000 جندي ونروح حالا نجيب جوفري من امه ونخليه في حضانتنا، لان غير كده امه هتسيطر على العرش بمجرد موت روبرت. لكن نيد رفض جدا لانه مستحيل يعامل طفل صغير بالشكل ده، وسابه وراح على مكتبه وبعت اول حاجه رساله لاخو روبرت الاكبر ستانيس براسيان، وطلب منه يجي حالا يستلم حقه الشرعي في العرش. وتاني حاجه عملها هي انه طلب لورد بيليش، فجاله
بيليش اول ما جه كان عارف خلاص ايه هي وصيه روبرت براسيان، ولكن هو ما كانش عاوز نيد ينفذها اصلا، بل يشيلها لوقت عوزه ويتعاون مع جوفري ويخليه ملك فعلا وينافق زي الباقي وخلاص. لكن نيد ما كانش منافق ابدا، فقال له لا انا هنفذ الوصيه لغايه ما يجي ستانيس لانه الوريث الشرعي، بس انا عاوز منك خدمه، عاوز منك تجيب لي حرس المدينه عشان يساعدوني ضد سيرسي وابنها. فاتفق مع بيليش انه يرشيهم عشان يساعدوه. بس يا صديقي ما عداش وقت كتير وجه امر من جوفري ان نيد يجيله عند العرش لانه بقى الملك عشان روبرت تعيش انت. فبسرعه راح نيد جاب الحراس بتوعه وحراس المدينه وبيليش وراح على قاعه العرش وورى كل اللي هناك الرساله المختومه من روبرت بان نيد هو اللي يمسك العرش حاليا لغايه ما يبان الوريث الشرعي. لكن سيرسي موافقتش نهائيا، فوقتها نيد امر حراس المدينه انهم يقبضوا على سيرسي وابنها جوفري. لكن اللي حصل هو ان حراس المدينه قتلوا كل رجاله نيد ستارك، وبيليش ثبت نيد وقال له قلت لك ما تثقش فيا. وده معناه ان بيليش ضحك على نيد ودفع لحراس المدينه فلوس كتير عشان يبقوا مع جوفري ضد نيد. نيد ستارك بعد الخيانه الكبيره اللي حصلت له دي كان مصدوم جدا واتحط كمان في الحبس. لا ومش بس كده، كمان بدأوا الحراس يلموا في كل بناته اللي كانوا موجودين في العاصمة. أولا أريا واللي كانت حاليا مع المدرب بتاعها بتتدرب عادي جدا بالسيف. جم شوية حراس وكانوا هياخدوها فصدهم كلهم المدرب بتاعها رغم إنه ما كانش معاه غير سيف خشب عادي جدا، بس من كتر ما هو ماهر خلى أريا تهرب وهو فضل يحارب فيهم لغاية ما في الآخر طبيعي الكترة غلبت الشجاعة ومات. أما أريا فخدت بعضها وهربت، وأثناء ما هي ماشية لقيت حاجات أبوها وقع على الأرض، فاخدت منهم سيفها الصغير وقتلت بيه طفل زيها كان عاوز يقبض عليها للملكة وهربت من المكان خالص. أما سانسا فجالها سندرو كليجين حارس الملك الجديد وأخدها على سيرسي. سانسا لما قعدت قدام سيرسي فضلت سيرسي تلعب في دماغها وتوسوس في دماغها وتقول لها إن أبوكي خان الملك جوفري وعشان كده حطنا في الحبس، وانت كمان لو ما نفذتيش اللي هقوله لك دلوقتي حالا مش هنجوزك جوفري. هم بيهددوها بالحته دي ليه؟ لانها نفسها تتجوز جوفري جدا عشان تبقى ملكه مش اكتر. فقالوا لها ابعت رساله لاخوكي روب في وينترفيل وقولي له ان ابوكي فعلا خاين ومحبوس حاليا، وقولي له ما يعملش اي حركه غباء يندم عليها والا ابوك هيتقتل وانت مش هتتجوزي جوفري. طبعا بما انها طفله عندها بس 13 سنه فغصب عنها وافقت وبعتت الرساله لروب. روب لما استلم الرسالة اترعب جدا على أبوه وأخواته البنات وكان خايف جدا عليهم، فأمر على طول بجمع جميع لوردات الشمال اللي هم حلفاء أبوه قبل كده، والحلفاء دول كانوا من مدن وقرى وقبائل كتير جدا حوالين وينترفيل. وفعلا لم كل الحلفاء دول وعرفهم إن أبوه اتقبض عليه من الملك الزبالة جوفري وعاوزين يقتلوه. فبما إنهم حلفاء لأبوه راحوا عطوه جيش كبير جدا، فكون روب جيش عدده 18,000 جندي وأخد بعضه وراح للحرب. بس قبل ما يمشي قابل اخوه بران وقال له انت من دلوقتي هتبقى لورد وينترفيل لغايه ما ارجع من الحرب، وقال له خلي باله من اخوه ريكون الصغير واخد بعضه ومشى. واصح قبل ما نشوف روب هيعمل ايه حاليا احب اقول لك ان بران قابل من فتره واحده من الناس اللي بيقال عليهم همج واللي هي اصلا من المنطقه الثلجيه اللي بعد السور واسمها اوشا. ما تعرفش دخلت ازاي تسلقت السور ولا ايه، بس هي في المجمل دخلت فتم اسرها وهي حاليا بقت مساعد بران جنب ودور. عامة روب بقى يا سيدي عسكر في مكان قريب جدا من عيلة اللانسترز عشان يهجم عليهم، عيلة اللانسترز لان اصلا جوفري مش ابن روبرت براسيان بل جيمي لانستر زي ما انا قلت لك، وامه كمان سيرسي لانستر. ده غير ان اصلا العقل المدبرة لكل اللي بيحصل ده واللي عاوز جوفري يفضل على العرش هو تايوين لانستر ابو جيمي وسيرسي وتيريون. وبمناسبة تيريون صح، فتيريون زي ما هو لسه رايح لكينجز لاندنج وهو ماشي بقى مع برون قابل مجموعة من القبائل حابوا يقتلوه، فقال لهم ساعدوني اوصل لابويا وهديكم دهب كتير جدا. فوافقوا واخدوه عند ابوه واللي كان بالمناسبة مخيم جنب الوادي عشان يهجم على لايزا ويحرر تيريون من هناك، وما كانش يعرف انه طلع لوحدي. فلما شاف تيريون ابوه والجيش بتاعهم معسكر هناك راح دخل عليه على طول. طبعا تايوين كان متفاجئ جدا ان تيريون رجع وهو مش فرحان على فكره برجوعه، لان اصلا تايوين وكل عيله اللانسترز ما عدا جيمي بيكرهوا تيريون جدا عشان بس اتولد قزم مش اكتر، ولكن هو في المجمل كانوا هينقذوه كده كده عشان هو اسما من عيله اللانسترز بس مش اكتر. تايوين وقتها قال لتيريون اخوك جيمي اخد جيش كبير ومحاصر حاليا ريفران مدينه تالي اللي هي اصلا تالي دي انا قلت لك انها عيله كاتلين اللي هي مرات نيد ستارك. لا صح معايا عشان الاسامي صعبه والحاجات صعبه واحداث صعبه فركز معايا. المهم ان هو قالوا ان هو هناك حاليا لان فاكرك محبوس لسه عند لايزا، وفوق ده كله روب ستارك بيلم في جيشه وجاي علينا.
وروب فعلا يا صديقي كان لم جيشه فعلا عشان يحارب، بس المشكله انه كان محتار يروح يهجم على جيش تايوان ولا يروح يحرر ريفران اللي فيها خلانه واللي محاصرها حاليا جيمي. بس فجأة دخلت عليه أمه كاتلين، واللي جت هنا بعد ما سمعت هي كمان بخبر حبس جوزها وكمان دخول روب في الحرب دي. ومن هنا بدأت تقعد معاه هو وكل القادة عشان تساعده في الخطة بتاعته. ومن هنا برضه قرروا انهم يروحوا يحرروا ريفران لان جيش جيمي هيكون اضعف من جيش تايوان. بس هنا في مشكله، الا وهي انهم عشان يوصلوا ريفران فلازم يعدوا من عند قلعه التوينز واللي بتملكها عائله الفري، وملكهم هو واحد زباله اسمه والدر فري. روب الصراحه ما كانش عارف يعمل ايه، يحارب الراجل ده ولا يتفاوض معاه عشان خاطر يعدي. ما هو الفكره هنا ان اصلا والدر فري تبع الملك، لكن فجأة قالت كاتلين إنها هي اللي هتروح له بنفسها عشان والدر يعرفها من وهي صغيرة جدا، وكمان يعرف أبوها وممكن يقدرها ويخليهم يعبروا عادي جدا. وفعلا أخدت بعضها وراحت له. والدر يا صديقي هو راجل عجوز متعفن زبالة حقير لأقصى ما تتخيل، وعايش حياته بكل حاجة وحشة، عنده أولاد كتير وبنات أكتر ومش عارف لا يجوز دول ولا يجوز دول. ما هو محدش بيحب العيلة دي أصلا، لا عندهم جيش قوي ولا فلوس كتير وحاجات تانية كتير جدا مش معاهم. ومجرد ما شاف كاتلين كان بيعاملها بشكل وحش جدا، لانه عارف انها هنا عشان ابنها يعدي بجيشه من خلال المعبر بتاعه. بس برضه فضلت كاتلين تتكلم معاه شويه، وبعدها لانها اخدت بعضها ورجعت لابنها وقالت له ان والدر وافق بس على شويه شروط. اولا هتاخد واحد من ولاده ويبقى رفيق ليك، واريا بنتي بعد الحرب دي تتجوز واحد من ولاده لما تتم سن القانون، وانت هتتجوز واحده من بناته بعد الحرب. طبعا روب ما كانش عاوز يوافق، بس بما انها حرب فوافق غصب عنه. وبس يا سيدي اخد الجيش وعدى. وتاني يوم تايوان كان لسه في المعسكر بتاعه مع القادة بتوعه بيخططوا، فدخل عليهم تيرين عشان يعرف هيعملوا ايه. فقال له تايوان انهم بكره باذن الله هيروحوا يحاربوا جيش روب لانهم عرفوا انه معسكر قريب جنبهم هنا. وقال له كمان انا اتفقت مع كل رجالتك بما فيهم برون انهم يحاربوا معايا في الحرب دي وهديهم فلوس كتير تاني. وافقوا الكل بس على شرط ان تيرين يحارب معاهم عشان يبقى قدامهم. وتايوان طبعا وافق لانه لقيها فرصه حلوه انه يخلص بيها من ابنه اللي بيكرهه طول عمره. طبعا بعد ما سمع تيرين الكلام ده راح ساب ابوه وهو زعلان جدا ومتعصب، وراح يقعد مع برون شويه في خيمته. وهناك اتعرف تيرين على واحده اسمها شاي، وفضل هو وهي وبرون يلعبوا طول اليوم. ومن الالعاب اللي كانوا بيلعبوها كانت حاجه كده زي صرح. فضل تيرين يحكي لهم قصص ليه مع ابوه بتبين قد ايه ابوه تايوان ده حقير جدا 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 جدا. كمان في نفس الوقت بيكره ابنه تيرين جدا لمجرد انه هو قزم. عامة بيعدي اليوم وتاني يوم بيلبس تيرين لبس الحرب وبيروح يحفز رجالته اللي هيحاربوا معاه. وهنا كانت الغلطة، لانهم اتحفزوا زيادة عن اللزوم وجريوا عشان يحاربوا، فلانه قصير جدا واحد خبطه بمطرقة بالغلط فاغمى عليه لغاية حرفيا ما خلصت الحرب. وهو ما فاق تاني ليه جنبه برون وعرف منه انهم فازوا في الحرب ضد روب. طبعا تيرين استغرب جدا فلقى ابوه في وشه وساله ازاي فازوا. فقال له تايوان ان روب كان بيضحك علينا كلنا وحط لنا في المعسكر اللي كان قريب من هنا 2000 جندي بس والباقي كانوا معاه. طب لحظه واحده، هو ليه روب ممكن يعمل حركه زي دي؟ لما بنرجع لروب تاني يا صديقي بنلاقي انه كان بيضحك فعلا على تايوان وكان بيشغله كل ده عشان يروح هو يحرر ريفران ويكسر الجيش بتاع جيمي لانستر. فعلا قدر يعمل كده واثر كمان جيمي لانستر، وده فعلا نصر كبير جدا جدا بالنسبه لهم. لكن روب ما كانش سعيد لان ابوه لسه في السجن ومش عارف ايه مصيره. تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل حاليا مع نيد ستارك. ابوه نيد فضل محبوس في زنزانه ضلمه خالص لمده طويله من غير اكل او شرب. بس في مره دخل عليه لورد فارس وعطاله ميه وحكى له ايه اللي بيحصل بره. قال له فارس ان بنتك سانسا اترجت جوفري انه يخليك عايش وهو موافق، بس لو طلعت قدام الكل وقلت انك خاين وكذاب وجوفري يبقى ابن روبرت براسيان الحقيقي، وقتها هيعفو عنك وهيبعتك بس للنايت ووتش تكمل حياتك هنا. طبعا نيد ما كانش موافق في الاول لان الموت ما يفرقش معاه نهائيا، بس فارس قال له لو ما وافقتش ما اعرفش الصراحه بناتك يحصل فيهم ايه. نيد اول ما سمع ان بناته ممكن يحصل لهم حاجه راح وافق على طول يخون مبادئه وطلع عشان يعمل كده. وفعلا جوفري لم كل الناس من كل حته في المملكه قدام ساحه القلعه وطلع نيد هناك عشان يعترف. فاثناء ما نيد طالع شاف بنته اريا وهي واقفه بعيد ومحدش شايفها، وكمان شاف يورين فلمح له من بعيد لبعيد انه بيوصي على اريا. وبعدها كمل لغايه ما وصل لجوفري وجوفري كان واقف وجنبه امه سيرسي وكمان سانسا. المهم نيد اول ما وقف قدام الكل قال ان جوفري يبقى الملك وانا كنت بكذب عشان اسرق العرش منه. جوفري بعد ما سمع الكلام ده كان المفروض يعفو عن نيد، لكن للاسف يا صديقي
جوفري طلع خاين وأمر بقطع راسه، وفعلا راح أمر الجلاد إنه يقطع راس نيد. نيد اتصدم من كلام جوفري وفضل بص على بناته وهو متحسر جدا عليهم ومش عارف مصيرهم إيه. واريا بنته كانت عاوزة تروح تنقذ أبوها، لكن يورين إكراما لأبوها أخدها لبعيد. أما نيد فللأسف اتقطعت راسه بعد ما عمل كل اللي يقدر عليه عشان ينقذ بناته وعيلته. والخبر ده ما خدش وقت طويل ووصل للكل، وصل لبران في وينترفيل وفضل زعلان جدا، ووصل كمان لروب في المعسكر بتاعه. طبعا هو وامه زعلوا جدا جدا وكانوا منهارين خالص وفضلوا يبكوا، وروب كان عاوز يحرق الكل حرفيا، لكن قالت له امه لازم نرجع البنات الاول وبعدها نقتلهم كلهم، واولهم تايوين لانستر التعبان الكبير. وبما اننا جبنا سيره تايوين فتعال نشوفه عمل ايه. تايوين على فكره برضه لما عرف خبر موت نيد هو التاني اتعصب جدا جدا، لانهم على فكره كانوا ممكن يوقفوا الحرب دي باستخدام نيد كورقه ربحانه، لكن كده خلصت الليله ومفيش غير الحرب. فامر تايوين تيريون ابنه بما انه ذكي جدا انه ياخد بعضه ويروح المملكه ويبقى هو معاون الملك مكانه، ويحاول يتحكم في الملك الغبي الزباله اللي ضيعهم جوفري. اما تايوين فهيكمل حرب مع روب وهيروح يعسكر عند قلعه كده اسمها قلعه هارينهول. وفعلا يا سيدي ده اللي بدا يحصل. طب ايه اللي حصل لبنات نيد؟ بالنسبه لاريا ففي اللحظه دي يورين عرف انها مش هينفع تفضل هنا في العاصمه، فاصل لها شعرها واخدها مع مجموعه كبيره من المجرمين وغيرهم عشان يوديهم للنايت واتش. وطبعا اخد اريا لان اخوها جون موجود في النايت واتش، ده غير ان هو عادي جدا ممكن يوصلها في طريقه لوينترفيل. واريا في اللحظه دي شافت ان جندري من ضمن الناس اللي يورين واخدهم معاه، وجندري رايح معاهم بالمناسبه لان الحداد اللي كان شغال معاه زهق منه فبعته للنايت واتش. وفعلا اخدوا الكل بعضيهم وراحوا على النايت واتش. اما سانسا فجوفري كان بيعاملها وحش جدا وكان بيضربها وكمان خلاها تشوف راس ابوها الميت وهو متعلق قدامها. حرفيا كانت عايشه اسوأ كابوس في حياتها، وكانت منتظره اخوها روب او جون اخوها او اي حد يجي ينقذها. ايه ده؟ تصدق ان احنا نسينا جون خالص؟ تعال نشوف عمل ايه في النايت واتش. بعد فتره جت مجموعه جديده للنايت واتش في كاسل بلاك، اهمهم واحد اسمه سام تارلي. سام هو شاب ضعيف فاشل في كل حاجه في حياته، بس ابوه كان لورد لاحدى مدن ويستروس، ولكن كان بيكره سام جدا لانه ضعيف زي ما انت شايف. فاول ما جه طلب القائد اليسير من الجنود انهم يحاولوا يدربوه ويعذبوه شويه عشان ينشف لانه فعلا كان طري جدا، لكن سام صعب على جون شويه فبعد الكل عنه، ومن هنا العداوه بتزيد اكتر واكتر بين اليسير وجون. لكن سام حب جون جدا وبقى صديق ليه، وجون من ناحيته هو التاني طلب من جرين وبيب وبالمناسبه بقوا اصحابه انهم يحموا سام. وجون كان طول الوقت كان بيهدد اي حد يفكر ولو يفكر بس ان هو يأذي سام باي شكل. وبس يا عزيزي بتعدي الايام وبيتدربوا كل جنود النايت واتش عادي جدا لغايه ما بيجي اليوم اللي كلهم هيحلفوا فيه اليمين، وكل واحد فيهم هيتم تعيينه في حاجه معينه في النايت واتش. وفعلا بعد شويه جه القائد جيور مورمنت وعين كل واحد في حاجه، جرين في الحراسه وبيب في الخدم، وسام وجون اتعينوا برضه مع الخدم. طبعا جون لما سمع الكلام ده كله اتعصب جدا لانه ما كانش عاوز يتعين مع الخدم بل مع الحرس. فجاله سام وقال له يا عم احمد ربنا غيرك اتعين في حاجات كتير مش كويسه، لكن انا اتعينت في الخدم مع المعلم الحكيم ايمون وده هيعلمني كتير جدا، وانت اتعينت كمساعد لجيور مورمنت والراجل طالبك بنفسه، يعني بيحاول يهيئك عشان تمسك مكانه في يوم من الايام. اكيد بعد ما سمع جون الكلام ده راح وافق على طول، وطلعوا بره السور هو وسام عند شجره الالهه الغريبه اللي هناك، وحلفوا هناك القسم بتاع جنود النايت واتش، واللي من بعده بقوا رسميا من النايت واتش. بس فجأة وهم هناك الذئب بتاع جون دخل الغابة ورجع بإيد شكلها غريب. بس مش ده الغريب، الغريب أكتر إن فجأة برضه لقي جون حصان عمه بنجن رجع لكاسل بلاك وعمه بنجن مش عليه. فأخد جون شوية من صحابه وطلعوا بره السور وفضلوا يلفوا شوية فلقيوا جثث 2 من الجنود اللي كانوا مع عمه بنجن قبل كده. بس الغريب هنا إن جثثهم مش متعفنة خالص بل زي ما هي وملهاش ريحة نهائيا، وده غريب. جون كان عاوز يحرقهم ولكن امر جيور مورمنت ان المعلم ايمون الاول يكشف عليهم، وفعلا ده اللي حصل. بس المشكله بقى هي ان بالليل جون كان نايم عادي جدا في اوضته، بس هوب لقي الذئب بتاعه اوجست بدا يتحرك كتير كان في حاجه بره غلط. فطلعه جون وطلع وراه لقيه بيدخل على طول عند اوضه القائد جيور مورمنت. دخل جواها جون لان واحد من الجثث اللي دخلوها النهارده صحيت وبدات تحاول تقتله، فبدا جون يحاول يضرب الجثه بالخنجر والسيف بس برضه ما كانتش بتموت. فاكيد بسبب الخبز ده كله صحي جيور وشاف قدامه الجثه بتحارب جون. فبسرعه شاف جون في ايد القائد زي شمعه مولعه عشان يشوف المكان، فاخدها ورماها على الجثه، فالمره دي مات بجد لانه اتحرق.
بعد شويه الكل صحيوا لما سمعوا اللي بيحصل، وعلى طول لما شافوا كده راحوا حرقوا الجثه التانيه على طول كمان لحسن تصحى هي التانيه. سام في الوقت ده قال لهم انه عارف من كتاب ان الجثه دي اتحركت لان في وايت ووكر لمسها، وبالتالي بقت ما ينفعش تموت غير بالنار. فطبعا الكل خافوا جدا وبداوا يتدربوا اكتر عشان حسوا انهم في خطر لما عرفوا ان كائنات الوايت ووكرز الاسطوريه ما زالت موجوده. اما جون فطلبوا جيور مورمنت في اوضته، فراح له فليه بيديله هديه عشان انقذه من الموت، والهديه دي كان سيف آلة مورمنت، وهو سيف قوي جدا وكمان من معدن مميز جدا اسمه معدن الفالاريان، وده معدن قوي جدا يا صديقي وليه مميزات كتير هنعرفها بعدين. المهم ان جون فرح جدا وشكر القائد، ولكن ما عداش وقت كتير وسمع جون بخبر موت ابوه على ايد الزباله جوفري، وكل حاجه بتحصل بره من ضمنها كمان حرب روم. فتعصب جدا وكان عاوز يروح يحارب مع اخوه عشان ينتقم من اللي قتلوا ابوه، بس سام لما لقي جون هيمشي من ورا الكل حاول يمنعه، لان في اللحظه دي هيتم اصدار امر باعدامه لانه ساب النايت ووتش وده ممنوع. لكن جون مرضيش واخد بعضه ومشى خالص، بس سام برضه ما فقدش الامل فيه وجاب بيب وجرين وجري وراه على طول بالاحصنه لغايه ما وصلوا له. وفي اللحظه دي فكروه بالقسم اللي حلفوا انه مش هيسيب النايت ووتش ابدا الا على موته، وكمان ابوه مات لكن مش هيعرف يرجعوه تاني. هنا في حاجات اكتر محتاجه اهتمامه. جون في اللحظه دي لان كلامهم صح راح اخد بعضه ورجع معاهم تاني. تاني يوم كان جون قاعد عادي جدا مع القائد جيو، فقال له القائد انا عارف انك كنت هتهرب امبارح بس انا فرحان انك طلعت راجل ومشيتش. اللي احنا بنعمله هنا اهم بكتير من صراع العروش اللي بيحصل بره. انا جاتني خبريه من بره السور بتقول ان في قرى من سكان الهمج اللي بره بقت مهجوره خالص وحاجات كتير بتحصل ومجموعات كتير من الوايت ووكرز بدات تظهر ومحدش عارف حاجه. فوق ده كله عمك بنجن ما رجعش ومفيش عنه خبر. فانا دلوقتي هاخدك انت ومجموعه تانيه وهنطلع بره وندور عليه ونفهم ايه اللي بيحصل ورا السور قبل ما يجي الشتاء ونندم. فعلا ده اللي حصل وهنعرف عملوا ايه في ارض التلج اللي بره السور في الموسم الجاي. لكن لحظه، انت مش ملاحظ ان نسينا دينيريس خالص؟ طبعا انا قلت لك اخر مره اتكلمنا فيها عن دينيريس هو انها طلعت مع الكال دروجو عشان يروحوا على ويسترس، او بقى طول ما هم ماشيين كانوا كل ما يلاقوا قريه ولا مدينه كانوا بيحتلوها ويسرقوا خيرها ويغتصبوا ستاتها ويكملوا طريقهم تاني بكل وحشيه. بس الفكره هنا ان دينيريس ما عجبهاش الكلام ده خالص، فمنعت كل الجنود من لبسهم. لكن الكلام ده ما عجبش واحد من الجنود لانها كده بتلعب في عاداتهم وتقاليدهم وده ما يصحش، فراح اشتكاها للكال دروجو، والكال لانه طبعا بقى بيحب دينيريس زي ما قلت لك قبل كده فمرضيش ينزل كلمتها، فتف عليه الجندي وقرر يحارب الكال. كال دروجو اتعصب جدا من الحركه دي وقام وبكل سهوله قتل الراجل ده بابشع الطرق، بس طلع من العراق ده مجروح جرح بسيط، وحرفيا جرح كان ممكن يلم عادي جدا بسهوله. لكن واحده من اللي انقذتهم دينيريس من الاغتصاب قالت لها انا ممكن اعالجه على فكره، فقال لها واحد من الجنود دي ساحره ما تثقيش فيها، بس دينيريس ما همهاش وبرضه اصرت انها تعالج الكال ويا ريتها ما وافقت، لان بمجرد ما حطت الساحره دي ايدها على الكال دروجو وعالجته وهو بقى خلاص بيحتضر وحالته بقت صعبه خالص. فلما لقيوا اهل القبيله والجنود ان القائد بتاعهم ضعيف كانوا هيصروا عليه، ما دي عادتهم وتقاليدهم، لكن دينيريس قدرت توقفهم وكمان طلبت الساحره تيجي تاني تبص على الكال. فجت الساحره وقالت لها للاسف هو خلاص هيموت ومفيش في ايدي حاجه. فقالت لها دينيريس هنجيب اي شكل حتى لو بالسحر. فقالت لها الساحره في سحر محرم ممكن اعمله، ولكن عشان يتعمل لازم يتاخد مكانه روح بني ادم تاني. فقالت لها دينيريس موافقه المهم انه يعيش. فجابت الساحره الحصان بتاع الكال وذبحته وطلعت الكل بره وفضلت تعمل سحر غريب ليه صوت مخيف جدا. بس هوب فجاه دينيريس بطنها وجعتها وتقريبا هتولد، لكن مفيش حد من اللي بيولدوا في القبيله راضين يقولها لانها بقت بتستعمل السحر وقالوا عليها ملعونه. واحد من المساعدين قال لجورا ان الساحره بتعرف تولد كمان، فاخدها جورا رغم خوفه الكبير ودخل بيها عند الساحره عشان تولدها. بعد فتره يا عزيزي فاقت دينيريس تاني، ولكن للاسف لقيت ان جورا بيقول لها ان الولد اللي كان في بطنها نزل ميت. فوق ده كله جت لها الساحره وقالت لها انا قلت لك عشان يفوق الكال دروجو ويعيش لازم حد مكانه يموت. طبعا دينيريس كانت متعصبه وحزينه جدا جدا، بس راحت برضه عشان تشوف الكال دروجو وتشوفه بقى عامل ازاي، وللاسف لقيته عباره عن جسم مرمي على جنب وخلاص، نفس داخل وطالع من غير روح، يعني موته كان ارحم. دينيريس اتعصبت جدا وقالت لها ده اللي انا دفعت ثمنه موت ابني؟ قالت لها كده احسن، انتوا كنتوا بتدمروا اي قريه ماشيين قصادها، لكن دلوقتي مش هتحتلوا اي حاجه تاني لان خلاص قبيله الدوثراكي كلها رجعت تاني. دينيريس بصت حواليها لقيت ان كل اهل دوثراكي سابوها لما لقيوا الكلب بقى بالشكل ده ما عدا كم واحد تبعها هي.
عامة دينيريس لما لقيت ان الكال مش هترجع فيه الروح تاني، راحت مسكت مخدة وسدت نفسه وقتلته بنفسها عشان ترحمه. وبالليل حطت الكال دروجو جوه محرقة عشان تحرق جثته، وحطت معاه بيض التنين بتاعها وكمان الساحرة عشان تولع فيه، وقالت لكل اللي تبقى من عشيرة الدوثراكي معاها من هنا ورايح احنا هنعيش حياة تانية مختلفة وانا اللي هحكمكم. وبعدها راحت مولعة النار في الساحرة وفي الجثة ودخلت معاهم كمان. وطبعا جورا سابها لانه سمع من زمان ان عائلة التارجاريان الاصليين النار عمرها ما بتحرقهم. وقتها الكل فضل مكانه واستنوا لغاية تاني يوم عشان يشوفوا ايه اللي هيحصل لدينيريس. فجأة قرب جورا على الرماد بتاع النار اللي هناك، فلقي دينيريس حية وما اتحرقش منها غير اللبس وبس. وفوق ده كله بيض التنانين فاس وطلعوا منه 3 تنانين بعد ما انقرضت التنانين لمئات السنين. ومن هنا الكل انحنى اليوم واتخذوا دينيريس كملكة اليوم وبقى اسمها كمان أم التنانين. وبيخلص الموسم الأول ولسه في أسئلة كتير جدا معانا، ولكن هنجاوب عليها كلها إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. وبس كده، سلام.